اسمه النادي الاهلي يقدر ياخد كاس باللعيبه دي العالم، ياخد كاس العالم للانديه. ياخد كاس العالم للانديه. مش محتاج صفقات تاني. اختلف معاك في الجزئيه دي. لا ما تختلفش. يعني النادي الاهلي بالشكل ده ياخد كاس العالم للانديه. لا لما يبقى زيزو على اليمين. بص هعمل لك تعظيم. انا بقول لك الخمسه اللي قدام بص هيبقوا مين؟ لما يبقى زيزو على اليمين، تمام، بن شرقي على الشمال، ماشي، تريزيجيه وامام واسامه ابو علي. ليه ما ياخدش كاس العالم للانديه؟ وتحتهم هيبقى حمدي فتحي. ليه ما ياخدش كاس العالم للانديه؟ انت متخيل الفكر دي؟ الناس اللي تطلع على الشاشات وتقول لك الاهلي ياخد كاس العالم للانديه، دي الناس. طب هو فعلا خد كاس العالم للانديه، فلقوا ان مستوى الاهلي رهيب قوي، فقال لك لا الاهلي لو قعد هيدشملنا. فاهلي لا خلاص انت ارجع مصر دلوقتي وسيب الناس تلعب هي لوحدها. عشان كده هو راجع. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ يخرب بيوتكم، بتاكلوا ايه؟ الاهلي هيكسب بقى ريال مدريد وهيكسب بقى باريس والناس دي. طب اهو راجع اهو، وما لعبش ولا حد من الناس التقيله. رجع وهو ملاعب بس بالميراس وانتر ميامي وبوردو، ما عرفش يكسب دول وراجع. اللي هياخد كاس العالم يقول له زيزو على اليمين. زيزو مين يابا؟ زيزو مين؟ انت بتلعب ناس، انت بتلعب ناس زي في الدوري المصري ولا في افريقيا؟ بتلعب مستوى تاني يخرب بيوتكم.